اهلا وسهلا يا حبايبي، معاكم جدة ملك وجايبه لكم مثل نتعلم منه. والمثل بيقول ايه؟ الفرخة اللي بتقاكي ما بتبتش. والمثل ده معناه بيتقال عند الناس اللي بيكتروا في الكلام وصوت العالي، لكن مفيش منهم فعل او نتيجة، زي الفرخة اللي صوتها دايما عالي وبتقاكي كتير، لكن مش في الاخر ما فيش منها منفعة، ما بتبيضش، يعني مفيش فايدة حقيقية. المثل بيعلمنا ان الافعال اهم من الكلام، وان اللي بيعمل بصمت انفع من اللي بيزعق من غير نتيجة. والمثل ده من الامثال الشعبية المصرية اللي فيها حكمة وسخرية خفيفة. والاجداد كانوا بيحبوا يختاروا الامثال من حياة الناس اليومية، وخصوصا من حياة الفلاحين، عشان تبقى قريبة وسهلة الفهم. الفرخة هنا بترمز للشخص اللي بيعمل دوشة وكلام كتير، لكنه في الحقيقة مش بينتج حاجة ولا بيعمل فعل مفيد. يعني زي اللي بيتكلم كتير عن شغله أو عن مشاريعه أو عن أفكاره، لكن على أرض الواقع مفيش نتيجة، كلامه بس مفيش أفعال. دايما يقول أنا وأنا 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 وأنا، ومفيش أي نتيجة ملموسة متشافة مرئية بالعين. والمثل ده بيعلمنا ان الانسان المفيد هو اللي بيعمل اكتر ما بيتكلم، واللي بينجز من غير ما يفضل من غير ما يفضل يعلن عن نفسه او يستعرض. وفيه كمان رسالة خفية ان الناس اللي بتعمل في صمت احيانا هي اكتر ناس بتنجح، وان الهدوء مش ضعف بل قوة وتركيز. قولولي تعرفوا شخصية بالاوصاف دي؟ وطبعا ده كتير جدا في حياتنا. اكتبولي في التعليقات، ولو عجبكم المثل اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ودوسوا لايك. كانت معاكم جدة ملك، وسلام يا حبايبي.